اليوم يسولفون عن واحد شيخ كبير بالعمر، عنده أولاد 3 وعنده بنات 2. هذول قاعدين بالبادية، عندهم شويهات وعندهم أغنام أجلكم الله، عندهم في الضيعة يزرعوها ويأكلون منها. في يوم من الأيام عندهم أجلكم الله هم كلب للحراسة. اجى واحد من الشارع يعرفوه من حي ثاني، دخل للمنطقة ضرب الكلب، قتل كلبهم. اجوا لأبوهم قالوا لأبويا هذا فلان قتل الكلب مالتنا، قال لهم اقتلوا قاتل الكلب أجلكم الله. أولاده قالوا هذا أبونا يمكن خرف. هو مو خرف لكن نضج عقلي وينظر لبعيد. قالوا يمكن أبونا خرف، معقول احنا نروح نقتل لنا بشر على مود أجلكم الله كلب؟ افترت الدنيا. من بعد شهرين ناموا بالليل، قعدوا الصبح لقوا حلالهم كله مبيوق، الشويهات والأغنام أجلكم الله كلها مبيوقة. اجوا لأبوهم قالوا لأبويا حلالنا كله نباق، قال لهم اقتلوا قاتل الكلب. قال ايش بيه أبونا خبل؟ شو نقول له حلالنا الباقي يقول لك قتلوا قاتل الكلب؟ شو شأن قاتل الكلب بالموضوع؟ مرت شهرين 3، اجى بيت من البيوتات الكبار بالمنطقة المجاورة إلهم، غزاهم وشردهم من بيتهم واخذ بنية من بناتهم سبية. اجوا لابوهم قالوا لابويا غزونا واخذوا اختنا سبية، قال لهم اقتلوا قاتل الكلب. هذول قعدوا بيناتهم قالوا شو باقيت الاغنام؟ يقول قتلوا قاتل الكلب اجلكم الله. سووا كذا اقتلوا قاتل الكلب. شنو اقتلوا قاتل الكلب؟ شنو اللي راح يسوي؟ اخوهم الكبير قال لهم اوفوا خلينا نعمل بوصية ابونا. راح اخوهم الكبير اخذ السيف طلع، اجى القاتل الكلب قال له انت قتلت كلب من قبل كم شهر؟ قال له نعم. قال له ابونا قال روح اخذ راسك. ضرب اخذ راسه. مرة يومين اللي باقوا حلالهم، الحرامية اللي غزوهم وباقوا حلالهم، ايش قالوا؟ قالوا هذول يظهر بيهم شر، يعني هذا اللي قتل الكلب مالتهم هيك يسووا بيك، احنا الباقيين حلالهم ايش راح يسوون بينا؟ اجوا بليل ظلمة جابوا الحلال رجعوا له ورجع لهم حلالهم. ورا انتشر الخبر عند العرب انه آل فلان قتلوا رجل بكلبهم. الاسرة اللي غزت واخذت بيتهم ايش قالت؟ قالت هذول على مود كلب قتلوا لهم زلمه، احنا بالنسبة لنا اللي سابين عرضهم وماخذين بيتهم ايش راح يسوون بينا ذا؟ اجونا جابوا البنية كرموها وعززوها ورجعوها لاهلها، ثاني يوم جابوا اميرهم خطبها وتزوجها لان كانت سبية عندهم. عرفوا الحكمة من اقتلوا قاتل الكلب. شنو يعني؟ يعني من امن العقاب سائل ادب.